السلام عليكم. بغيت نناقش معكم واحد المشكل اللي كيعانيو منه الشباب. يعني كيمشي تيدفع السي في ديالو لواحد الشركه معينه، ولكن يعني تيترفض وتيتحبط وتيرجع عاوتاني تيجلاس واحد المده، يعني عاد حتى كيعاود ينوض يرجع، كيعاود يقاد واحد السي في وتيمشي عاود عاوتاني يدفعوا ليه سوسيتي عاوتاني هما تيعيطوليش وتيرجع. ولا فاش يكون عنده روتروسيان تيمشي تيجلس مع داك الشخص اللي عنده معاه المقابله ديال العمل. يعني كيجيه الخوف وتيجيه ستريس، ومن طبيعه الحال يعني اي واحد يعني مثلا جاه الخوف ولا جاه ستريس، راه داك الشخص اللي مثلا هو بغاك تخدم معاه راه كيشوفك، يعني كيشوفك خايف وكيشوفك ما تتمرعد، راه ما غيقبلكش تخدم عنده. ان شاء الله غنناقش معكم هذا المشكل هذا، وكيفاش انك غادي تتغلب على الخوف، وكيفاش ان شاء الله غادي يوفقك الله سبحانه وتعالى. المشكل اللي كاين هو انك فاش تدفع السي في ديالك ويعيطولك على اساس انك تمشي تخدم، حاولوا تدفعوا في واحد التخصص اللي تكون انت تكون عارفه، واخا نسبيا. المهم شي حاجه اللي تكون انت يعني تتمتهنها، ولا شي عمل اللي تكون يعني عندك به واحد الدرايه. ما عندكش سير قلب، الحمد لله اليوم راه موجودين يعني وسائل باش انك تقلب على اي دومين بغيت، ودير واحد الفورماسيون يعني غير من الدار ديالك وتكون مزيان وتمشي ان شاء الله تخدم. بالنسبه لواحد النقطه غير هو ما تخافش، واش ماشي راه الثقه هي كلشي. دائما نحافظوا على الثقه في النفس ديالنا، ونحافظوا على التركيز ديالنا، وهذاك الشخص راه بعالي بحالو، راه ما غيدير ليا حتى شي حاجه. راه بالعكس قداش ما خفت وقداش ما انني انا تقلقت وقداش ما شافني متوتر، راه هكا يعني تيترفض ليا الطلب ديالي. نركز ونجلس هاد وسهل الله ديك الخدمه، ما سهلش الله يسهل الله في خدمه اخرى، واش ماشي. المهم نحافظ على الهدوء ديالي ونصبر وما نيأش، ندير انا محاوله وندفع السي في ديالي ونمشي ندوز المقابله ديال العمل. تقبلت مرحبا، ما تقبلش عاوتاني نمشي نعاود ندفع لحاجه اخرى، والحياه هكا يعني مستمره. راه ان شاء الله بالصبر وبالبحث راه ان شاء الله غادي تخدم وغادي تحقق ان شاء الله داك المبتغى وداك المطلوب اللي باغي. السلام عليكم.